بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا درس بسيط وهو تلوين العيون ببرنامج الفوتوشوب، وإن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط. نفتح الفوتوشوب في البداية، نختار الصورة المراد العمل عليها. اخترنا الصورة هذه. في هالحالة لازم عشان نعمل على الصورة ناخذ طبقة جديدة حتى التعامل معها، ثم نختار الفرشة، ثم نختار اللون. أنا اخترت اللون الأحمر طبعا. ثم نبدأ بتلوين العين من جوا. طبعا نكبر الفرشة شوي عشان يصير عندك الشغل سريع. خلاص من تلوين العين طبعا أروح للطبقات أختار قائمة الفايل، أخذ كلر. طلعت عندي العين بهذا الشكل. طبعا أنا عندي في الأطراف في الأعلى عندي طبعا اللون طالع خارج. أبدأ بالمنحاه وأبدأ أنظف المناطق اللي اللون خارج منها كذا، يعني عشان يطلع الواحد شغل دقيق. الآن شبه خلصنا من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنا حاب إني ألون الجزء هذا بلون ثاني. مثلا أختار اللون اللي أنا أختار اللون السماوي مثلا هذا. وطبعا في البداية أختار طبقة وأبدأ في التلوين. اخترنا اللون هذا طبعا السماوي، وأبدأ الآن اختار الفرشة طبعا، وأصغر الفرشة شوية دائما كبيرة، وأبدأ ألون المنطقة اللي أنا حددتها بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. خلصت من تلوين المنطقة الخارجية. نفس العملية الأولى، أختار كلر، صار عندي اللون بهذا الشكل. أخذ الممحاه وأبدأ أنظف المناطق اللي خرج عنها اللون المألوف. أبدأ أنظف المنطقة. طلع عندي اللون بهذا الشكل، طلعت العين بهذا الشكل. أتمنى الشرح إن شاء الله يكون وافي ودقيق، وكل عام وأنتم بخير.